الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستوى على واستوى صفكم فإن تسبية الشغل تمام الصلاة. سواء صفكم معتد الله صلى فرد تسبيح رحمة مستقبل. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون. فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليك ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك شر ما قضيت. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام حين ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذو الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع عرش السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إله ربي ربنا يا معبود سبحان الله الحمد لله الله أكبر الله أكبر كبيرا حمدا كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد. Pada kesempatan subuh kali ini insyaallah kita akan mendengar beberapa hadis mengenai fadilah atau keutamaan dari sifat ikhlas. An rajulin min ahli al-Madinah qala kataba Muawiyah ila Aisyah ummil mu'minin an iktubi ilayya kitaban tusini fihi wa la tukthiri alayya fakatabat Aisyah ila Muawiyah salamun alayka amma ba'du fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man istamasa ridallahi bi sakhatin nasi kafahu Allahu mu'natan nas wa man iltamasa ridan nasi bi sakhatillahi wakalahu Allahu ilan nas wassalamu alayka rawahu Tirmidzi. Dari seseorang lelaki penduduk Madinah ia berkata, Muawiyah radhiyallahu anhu menulis surat kepada Aisyah radhiyallahu anha yang isinya, tulislah kepadaku surat berisi nasihat untukku namun jangan terlalu banyak. Ia berkata, lalu Aisyah menulis kepada Muawiyah radhiyallahu anhu yang isinya, salamun alayka amma ba'du. Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa mencari ridha Allah dengan sesuatu yang menyebabkan orang marah, maka Allah akan melindunginya dari kemarahan manusia. Dan barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan cara yang membuat Allah marah, maka Allah akan menyerahkannya kepada manusia. Wassalamu alayka. Hadis riwayat Tirmizi. Diulangi dari seorang laki yang penduduk Madinah, ia berkata, Muawiyah radhiyallahu anhu menulis surat kepada Aisyah radhiyallahu anha, tulislah surat kepadaku yang berisi tentang nasihat namun jangan terlalu banyak. Ia berkata, lalu Aisyah radhiyallahu anha menulis surat kepadanya kepada Muawiyah yang isinya, amma ba'du. Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mencari keridhaan Allah dengan cara yang menyebabkan manusia marah, maka Allah akan melindunginya dari kemarahan manusia dan kejahatan manusia. Dan barang siapa yang mencari ridha manusia dengan cara yang menyebabkan Allah marah,
maka Allah akan menyerahkannya kepada manusia. Wassalamualaikum. Hadis riwayat Tirmizi. An Nabi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa butaghiya bihi wajhuh. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan menerima satu amalan kecuali yang dilandasi dengan ikhlas untuknya dan dengan maksud mencari ridhonya. Hadis riwayat Nasa'i. Dilangin dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan menerima satu amalan kecuali yang dilandasi dengan keikhlasan dan dengan maksud mencari ridha Allah. Hadis riwayat Nasa'i. An Sa'di radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innama yansurullahu hadhihi al-ummah bi dha'ifiha bi da'watihim wa salatihim wa ikhlasihim. Dari Sa'ad radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya penyebab umat ini ditolong oleh Allah adalah sebab orang-orang lemahnya, yakni dengan salat, doa dan keikhlasan mereka. Hadis riwayat Nasa'i. Diulangi dari Sa'ad radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya penyebab Allah menolong umat ini karena oleh sebab orang-orang lemah di antara mereka, yakni dengan doa, salat dan keikhlasan mereka. Hadis riwayat Nasa'i. An Abi Darda radhiyallahu anhu yablughu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata firashahu wa huwa yanwi ay yaquma yusalli min al-laili faqalabathu 'aynahu hatta asbaha kutiba lahu ma nawa wa kana nawmuhu sadaqatan 'alaihi min Rabbi azza wa jalla. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu secara marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa beranjak ke tempat tidurnya untuk tidur sedangkan ia berniat untuk bangun malam mengerjakan salat tahajud, lalu ia terlelap dalam tidurnya sampai subuh, maka akan dicatat baginya apa yang telah ia niatkan dan tidurnya itu merupakan sedekah baginya dari Tuhannya. Hadis riwayat Nasa'i. Diulangi dari Abu Darda radhiyallahu anhu secara marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa beranjak ke tempat tidurnya untuk tidur sedangkan ia berniat untuk bangun malam untuk menunaikan salat tahajud, lalu ia terlelap sampai terdengar azan subuh, maka akan dicatat baginya apa yang telah ia niatkan dan tidurnya itu merupakan sedekah baginya dari Tuhannya. Hadis riwayat Nasa'i. Alhamdulillah telah kita dengar beberapa hadis mengenai pentingnya dari niat. Insyaallah apa yang dengar dapat kita makan dan kita sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yu'afi ni'amahu yakafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim ala Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات برحمتك أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا افرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل دعاء اللهم ارحمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شر أنفسنا اللهم اهدنا واهد بنا واهد الجميع واجعل سببا لمن اهتدى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شرنا كلها ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون نشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون نشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى
صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه